السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ودي قناة فاهم تشيس. والله يا شباب ليكوا وحشة، والله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. الفيديو ده، طبعا الفيديو ده يعني انا شايفه هيكون من افيد الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي اصلا على القناة. ان شاء الله الفيديو ده يعني هيوصلك وممكن يخليك كمان تعدي تقييم الألف، لان اصلا تقييم الألف ده مش حاجة يعني صعبة ولا اللي هي الواو وكده. ولكن انت لو لسه بادئ في الشطرنج هتلاقي ان الموضوع صعب جدا ان انت توصل لتقييم 1000 ايلو الا لو انت ماشي على خطة. طب ليه رقم الألف إيلو ده يعني عامل عقدة للناس، أو ليه الناس مستصعباه؟ أولا كده هي الفرق في العقلية. ولكن أنا هوريك كل النقاط وهوريك معظم الحاجات، يعني هحاول إن أنا أختصر الفيديو قدر الإمكان، وإن شاء الله كمل معايا الفيديو للآخر وهتوصل إن شاء الله 1000 إيلو خلال أسبوع بس، وهتيجي تقولي في الكومنتات. طب إحنا هنمشي إزاي على الطريقة ديت؟ إحنا هنمشي على طريقة ممنهجة، يعني أنا هقول لك برضو كذا نقطة فرعية وهوريكم هنمشي إزاي. اول حاجه احنا هنشوف الفرق ما بين لاعب تحت الألف ايلو وفوق الألف ايلو، وهي العقليه. طبعا انا دلوقتي بس مسجل بس النقاط عشان ما توهش، فمسجل النقاط في الكشكول. والايلو ده برضو ان هو بيقيس ذكائك مش بيقيس اخطائك، يعني هو يعني مش بيقيس ذكائك، العكس، يعني هو مش اللي هو بيقول لك إيه انت غبي او انت ذكي، لا هو بس بيقيس اخطائك في اللعبه اللي هي الشطرنج او الرياضه الذهنيه. وبعدين هنشوف مع بعض بقى اخطاء لاعب تحت الألف ايلو ونقاط كتير هنشوفها، يعني هنشوف اللي تحت الايلو دول بيغلطوا ازاي، هنبقى احنا هنحط نفسنا مكانهم بحيث ان احنا هنشوف ايه اللي هيحصل. وهنشوف بقى المايند سيت شيفت، ازاي بقى تحول عقليتك من ان انت تحت الألف لفوق الألف. تشوف ايه النقاط اللي انت تركز عليها، تشوف ايه اللي انت تشتغل عليه بحيث ان انت تتطور اكتر واكتر. وليه برضه هتشوف ليه خساره ماتش، يعني وتكون انت فاهم انت خسرت ليه وحللت الدور وفهمت وكل حاجه، احسن من ان انت فزت 10 ماتشات ورا بعض. يعني مش الفوز هو اللي هيديك الفايده او العصاره، اما الخساره كمان ممكن تديك الفايده. وبرضه ان انت تتقبل الغلط وتتعلم منه. وهنمشي مع بعض بقى، هنبدا على طول في الكلام. هنبدا في الافتتاح، ازاي نمشي في الافتتاح، نص الدور وازاي تبني خطه. ومعظم النقط اللي في نص الدور ديت مهمه جدا، يعني نص الدور انا شايفه من اهم الحاجات. والنهايات المظلومه اللي هي المفروض تبقى سهله وبسيطه لو انت عرفتها، وفي نفس الوقت هتبقى صعبه عليك قوي لو انت اهملتها. النهايات دي حاجه مهمه قوي، يعني تفرق اللاعب عن الضعيف عن اللاعب المحترف. يعني ومن طبعا انت شفت مثلا دلوقتي ماجنس كارلسن مثلا، ده مميز جدا جدا في النهايات، يقول لك ما بيغلطش في النهايات، انجن في النهايات. عشان كده ده اللي مميزه عن بقيه اللعيبه، هو احسن منهم في النهايات، فتلاقيه بيحب يبسط الموقف بحيث ان هو يروح على نهايات ويغلبهم في ملعبه. فاهمني؟ يعني الكره بتبقى ملعبه في النهايات دي. النهايات هتشوف مجرد مصطلحات بسيطه هفهمها لك: الملك الاكتف، البدء السالك، وعدم التسرع. وهقول لك ازاي هتعمل ايه والخطه اللي انت تمشي عليها بالظبط. تمام؟ فخلينا نبدا مع بعض. هنبدا على طول دلوقتي بايه إيه اللي يفرق اللاعب اللي تحت ال1000 ايلو عن اللي فوق ال1000 ايلو. يلا بينا. طيب يلا بقى بينا يا شباب، اهي الرقعة موجودة على الشمال وانا موجود على اليمين، وهنبدأ بقى نشوف حاجة حاجة بحيث ان انت تفهم، وهيكون الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. طب احنا قلنا هنبدأ بالاخطاء اللي بيقع فيها اللاعب تحت الألف ايلو. انا لو اعرف انا ممكن كنت اجيب لكم ادوار مثلا تحت الألف ايلو ونشوف اللي بيغلطوا في ايه وكده. ولكن انا هحاول ان احنا نحط نفسنا مكانهم ونشوف. يعني انا هوريكم كل مثال واحاول ابقى ابسط لكم كل حاجة. طب اخطاء اول حاجة بيقول لك ايه؟ اللعب بدون خطة. يعني ايه اللعب بدون خطه؟ يعني تلعب اي حاجه وخلاص او تحرك اي حاجه وخلاص. طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ لنفترض هنا ان دلوقتي القطع البيضاء والقطع السوداء اتنين بيلعبوا، والاتنين تصنيفهم 1000 مثلا. دلوقتي اللي يعرفه طبعا اي لاعب بيبدا في الشطرنج يقوم يلعب لك ايه دايما؟ اي 4. يعني هو دايما يلعب لك اي 4 وخلاص. وهنا ثواني هطفي الانجن عشان مش شايف ان احنا محتاجينه. اي 5، وهو ايه طبعا تلاقيه بقى ان هو بيحاول يحرك اي حاجه وخلاص. يعني مثلا ايه، يلاقي ان عايز ياخد الوسط يقوم لاعب ايه بدا كمان يلا. طبعا مع ان ده افتتاحه موجود، ولكن هو مش فاهم هو بيعمل ده الكلام ده ليه. ياكل مثلا البيدق يقوم ايه يلا واكل بالوزير، إيه مش عارف يطلع عليه بالحصان يقوم مطلع الحصان، عمال ايه يلعب اي حاجه وخلاص. هو مش فاهم هو بيعمل ايه، ملوش مثلا افتتاح، مش عارف ان الاته اللي هو بيلعبها هدفها ايه، مش عارف الشكل اللي هيوصل بعد الافتتاح هيبقى ايه. وهو هيبقى فاهم الحاجات ديت ولا لا؟ طب هو يعمل ايه؟ ما انت هتقول لي طب يعمل ايه؟ يمشي يعني بخطه ثابته. مش هقول لك الافتتاح، ولكن مش تقعد تلعب اي حاجه وخلاص. يعني بيدق وعمال يعني تقعد مثلا تعمل اي حاجه، ما فيش الكلام ده. لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه، النقلات بتاعتك هدفها ايه، مش انت بتدفع مثلا بدأ في النص. بدأ وسطي اقول لك عادي، وفي ناس كمان يعني مش بيبداوا بالبدأ الوسطي. يعني انا بكلمك على واحد تحت الألف عارف قواعد الافتتاح. طب لو ما يعرفهاش ممكن تلاقيه بيعمل كده: يلا يا عم انا رايح اخد الشمال. هو ايه يا عم؟ ما فيش الكلام ده. لازم ان انت دايما، انا هقول لكم على قواعد الافتتاح ديت بالتفصيل لما نيجي لقائمه الافتتاح. ولكن دلوقتي احنا بنشوفهم ايه الغلطات اللي بيقعوا فيها. ان هو مثلا بص تلاقيه مش ماشي بخطه ممنهجه، يعني بيلعب اي حاجه. يعني مثلا ده مثلا هو بيدق اداله بيدق مثلا، فطلع مش عارف ايه يحمي البيدق ومش عارف مثلا كده. طبعا انا عارف ان ده افتتاح، ولكن انا بقول لك اللي تحت الألف ما بيبقوش فاهمين الكلام ده. يعني انا بقى مشكلة ان انا مش عارف العب لكم افتتاح غلط.
ولكن هو مش بيبقى فاهم. يعني مثلا ممكن يعمل لك اي حاجه، ياكل ياكل ويلعب، وممكن يطلع كام بص غلطات كتير. انا بقى مش عايز اوريكم الغلطات، انا عايز اوريكم ايه الصح اللي تعملوه. طب الصح اللي انت تعمله ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، وتبقى مرتب نقلاتك. يعني انت داخل انت عارف انت هتلعب بدأ وزير ولا هتلعب بدأ ملك، عارف ايه الشكل اللي انت عايز تخش عليه، عارف هترد على ايه على الدفاع الفرنسي، عارف هترد ايه على الكاروكان، عارف هترد ايه على على السوكيلي، عارف هترد ايه. طبعا الكلام ده مش لازم اللي تبقى عارفه تحت 1000، ولكن لنفسك. يعني انا عارف ان الكلام ممكن يكون الكلام عالي شويه عن مستوى ال1000، ولكن مثلا يعني بدأ ملك رد عليك، بدأ ملك دلوقتي امشي بخطه بسيطه جدا. احنا خلينا هنقول نبذه عن الافتتاح. لقيته لعب لك اي 5، بكل بساطه طلع الحصان بتاعك على مربع الاف 3، تعمل تارجت على بدأ الاي 5. طبعا خصمك اصلا تحت الالف ممكن ينسى البيدق، ولكن معظم الناس هم عارفين طبعا ان الالات ديت اللي هي ايه نايت على سي 6 يحمي البيدق. وهنا معظم الناس برضو في التقييم ده تلاقيه بيلعب لك بيشوب سي 4 الايطاليان جيم، وطبعا ده من افضل الافتتاحات في المستوى ده. تبقى انت بتعمل تارجت لمربع الاف 7 الضعيف. لو لعب لك هنا ممكن تلاقي ناس اصلا تحت الالف ايه يتسرع بقى، يتسرع كمان في الهجوم وينط لك على حصان الجي 5 ويقول لك مش عارف ايه، ولكن طبعا الهجوم ده بيبطل بكل سهوله. يعني ترجع كده هوبا الفيل خلاص، الفيل اتكسر. طبعا انا عارف ان انا بتكلم بسرعه وبقول الكلام، ولكن انا ده كله بتكلم في نقطه واحده اللي هو الخطه. يبقى انت كده المفروض تبقوا فهمتوا ان انتوا ما تلعبوش اي نقله وخلاص، المفروض تبقوا فاهمين ان النقلات ديت هدفها ايه. طب ايه النقطه التانيه؟ النقطه التانيه اللعب بسرعه. انا طبعا انا من الناس اللي كنت بقع في الغلطه ديت، والله العظيم اول ما بطلت الموضوع ده يعني بدات اتطور اكتر في الشطرنج. اول حاجه يا حبيبي ان انت ما ينفعش تلعب بسرعه. يعني ايه ما ينفعش تلعب بسرعه؟ يعني ما ينفعش تلعب يا عم بوليت وتلعب بليدز وبتاع، انت مش هتلعب الا رابد. رابد 10 و0، 10 و10 ثواني، 15 دقيقه و10 ثواني تلعب لازم الشطرنج ده مش مجرد حاجه انت داخل ايه، لا انا مش في المود خالص كده وعايز انام ومش عارف ايه، اقوم فاتح ايه اتسلى في الشطرنج. مش كده. الشطرنج رياضه ذهنيه محتاجه تركيز، محتاجه وقت، محتاج تبقى قاعد بتحسب حسابات معقده. دماغك ديت يعني والله هتحس بالدوبامين وهتحس بالدم بيتدفق لمخك. يعني مش مجرد هي حاجه بسيطه وتافهه، لازم تبقى قاعد مركز، لازم تبقى قاعد بتحسب وتشوف لو لعب دي هلعب ايه، لو ما لعبش دي هلعب ايه كده. لازم تبقى شايف كل النقلات ديت. طبعا انا يعني ما انا مش بقولك مش هتخسر، ولكن لازم تكون مستعد ومدي اتم الاستعداد. يعني مثلا لو واحد قاعد بيذاكر، هل بيخش كده وخلاص يقعد يقول لك انا عايز انام هبص في الكتاب اذاكر فيه؟ لا. لا، بيبقى بيقعد يحضر ويجيب لك المشروب بتاعه ومش عارف ايه، ويقعد ويجهز نفسه ويقعد ويفرد ظهره ويقعد ويظبط دنيته. ده الكلام اللي انت المفروض تعمله لو انت عايز تتطور في الشطرنج. الشطرنج ده مش مجرد لعبة، الشطرنج ده رياضة ذهنية فعلا، حرفيا رياضة ذهنية ولعبة للعقول يعني العقول القوية والعقول الراقية يعني الصراحة يعني. طيب انت المفروض ما تلعبش بسرعه، وتلعب زي ما قلت لك رابد، وتحاول تلعب لو كلاسيك كمان، لو كلاسيك كمان ده يبقى رائع يعني. ولكن انا مش هصعب عليك واقول لك ايه، ابدا برابد. رابد اللي هو 10 0، وتلعب 10 0 او 15 و10 وتلعب وتنبسط، وهتلاقي الدنيا والله العظيم ممتازه. اعصر بس دماغك. ولو خسرت الماتش جميل، يعني تقول لي جميل ازاي انا عايز اكسب. لو خسرت الماتش والله جميل، لما تيجي تحلل الماتش هتشوف انت غلطت فين وهتستفيد من الافكار كلها. يعني انا من نفسي الماتشات اللي انا بخسرها الصراحه بتعلم منها، لان انا يعني بتوريني انا غلطت فين وايه ايه النقطه اللي انا سقطتها، فهتتعلم من النقطه دي كويس قوي. طيب الهجوم قبل ما تنتشر، والله العظيم 99% من الناس اللي انت تشوفهم يعني اقل من تقييم الألف، بص اي 4 اي 5 يلعب لك الفيل، تلعب له مش عارف الحصان، يقوم طالع لك بالوزير، يا اما هنا يا اما هنا. يعني يطلع لك بالوزير هنا يقول لك انا عايز اديك والله هتلاقي كلهم اللي هو مش عارف نابليون، يا نابليون وبتاع، اللي هو ايه يقول لك انا عايز كشمات. طب تقول لي لا يا عم انا فين الكشمات ديت ومش عارف ايه، ده انا ممكن اعمل كده اهو كشمات. والله هتلاقي معظم الناس يعني 99% اللي تحت الألف دايما بيلعبوا الاشكال ديت. يقول لك هنا هلعب اي 4، والتاني يقوم لاعب لك اي 5، ويقوم مطلع لك الكوين، ممكن يطلع لك الكوين كده بدري كمان. يقول لك ايه هات البيدق، فانت تتهور ومش عارف ايه انا مش عارف اعمل ايه، تقوم طالع بالحصان تقول له هات الكوين، يقوم واكل البيدق بتشيك. يعني بص، ده حاجه اسمها الايرلي كوين اتاك، او اصلا الهجوم المبكر عموما. انا بس بوريكم يعني المثال بتاع الكوين اتش 5 ده اسمه الايرلي كوين اتاك، ان انت تطلع بالوزير بدري. ودي حاجه سيئه جدا جدا، ولسه اقول لكم كمان ده في مبدأ الافتتاح. فتحاول ان انت ما تهجمش كده ايه هجوم وخلاص. ده اصل ده مش شطرنج. لما انت مثلا تبقى حافظ شويه نقلات وتلعب كده ومش عارف ايه، ويطلع لك هنا وتطلع له الوزير، وبعدين تقول له حك الشمال فيقوم قايل لك امشي مش عارف ايه، فتقوم حاجات كده، ده مش شطرنج. يعني ده مش شطرنج اساسا انت تبقى حافظ شويه نقلات. ليه؟ لان انت بعد ما تطلع من الحفظ خلاص انت دلوقتي هتواجه بقى دماغك وتواجه دماغه وخلاص، وهتخسر. انا اضمن لك انت هتخسر لو مشيت بالحفظ، لان الشطرنج مش حفظ. الشطرنج فهم وابتكار وباترنز وباترن ريجنيشن وحاجات، يعني حاجات عظمه وحاجات فوق الوصف الصراحه. فانت ما ينفعش ان انت تهجم بدري قبل ما يعني ايه، قبل ما تطور قطعك وتبيت التبييت ده طبعا هشرح لكم التبييت كمان، بس لما نيجي عند نقطه التبييت هشرحه لكم.
طيب هي جت اهي، تجاهل القطع المعلقه وعدم التبييت. تجاهل القطع المعلقه يعني ان انت تشوف ان في تهديد، ويعني مثلا في قطع من قطعك مطلوبه وانت تسيبها، او مات، او مات. يعني تجاهل مثلا المات المعلق زي المات اللي احنا شايفينه اي 4 اي 5 بيشوب سي 4، يقوم لاعب لك الحصان، تقوم طالع بالكوين هنا، يقوم لاعب لك دي مثلا، وادي كشمات، صح؟ تجاهل بقى المطلوب منك، يعني بيقول لك ايه، ما تطلبش وانت مطالب، صح؟ يعني دلوقتي انت مطلوب منك كش مات، ما هتلعبش اي نقله تانية، لازم تحمي الاول التهديد وتتعامل معايا. انت دايما مش تبصمج نقلاتك وخلاص، مش شايف خصمك بيعمل ايه. يعني انت عمال ايه، بس مسمع النقلات، هو كده كده اي نقله هيلعبها لك، يلا انا هلعب نفس النقلات، هطلع الكوين ومش عارف ايه، هو انت كده عمال تبصمج وخلاص، مش هينفع. لازم ان انت تعمل حساب نقلات خصمك. يعني ايه؟ يعني افترض خصمك اصلا ما ردش بنفس البدء اللي انت لعبته، يعني ما لعبش اي 4 وانت واي 5، لا لعب لك اي نقله تانية، لازم تفكر. ما انتش قاعد بتبصمك في 5 ثواني وبتلعب بوليت وعمال مفيش كده، ده مش شطرنج يا جماعه. طب عدم التبييت يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انت تسيب ملكك كده في النص. ليه؟ لانه هنا مش محمي كويس، مش في امان. يعني ايه مش في امان؟ انا حاسه امان اهو، قاعد وسط القطع ومتظبط. عشان دلوقتي الملك ده عنده ويكنس. يعني ايه ويكنس؟ يعني مربع فارنبل. يعني ايه فارنبل؟ يعني مربع، يعني خصمك ممكن يستغله، وهو ده اللي استغلوه في الكشمات. فين المربع دول؟ F7 F2. المربعين دول ضعاف جدا، يعني مش محميين الا بالملك. فارنبل معناها ان هم مش محميين الا بالملك، يعني سهل يتضغط عليهم. يعني اي 4 بيشوب سي 4، يعني بص اي 4 اي 5 بيشوب سي 4 على طول، انت دخلت ضغطت على المربع الضعيف الفارنبل اللي الكينج بس حميه. طب ما هي دي الفكره، المربع ده فارنبل وضعيف، يعني يعتبر اضعاف عند الخصم، الا لو بيت هيبقى محمي كام بالروك لو موجوده. هتقول لي ايه روك ايه وبتاع ايه؟ هفهمك دلوقتي. طيب دلوقتي يعني ممكن اوريك برضو اللي هو موضوع المربع الفارنبل. هنا برضو لما انت طلعت بالكوين اتش 5، انت هنا طلعت ضغطت على المربع الضعيف اللي هو الفارنبل. يعني مثلا بيشوب سي 4 رد لك مثلا بالحصان، طلعت بالكوين زودت الضغط على المربع الفارنبل اللي مش محمي الا بالكينج، صح؟ فالملك بس اللي حامي البدء ده، فانت لما تضغط عليه بقطعتين مش هيعرف ياكل قطعه منهم عشان هي محميه. يعني دلوقتي لو لعب برضو اي نقله كش مات، كش مات ازاي؟ ما يعرفش ياكل لان الملك هيتاكل بالفيل، فما يعرفش ياكل الوزير عشان الفيل هياكله. فهي دي الفكره بقى. التبييت، طب ايه التبييت ده؟ هوريك اي 4 اي 5 نايت اف 3، اوريك بقى شطرنج محترم، نايت اف 6 نايت سي 6، وبعدين باشا بيشو بي 5 الرويلو بيز مثلا، وهو مثلا يلعب لك مثلا دي. هنا انت هتبيت. طب يعني ايه اقول لك شروط التبييت. اول حاجه في شروط التبييت، ما يبقاش فيه قطع ما بين الملك والروك. يعني ايه؟ يعني شايف الطريق فاضي جاهز، بيقول لك يلا السجاده الحمراء يلا يا ملك بيت، فلازم يكون الطريق ده فاضي ما فيهوش قطع. ايه تاني؟ يعني ما ينفعش مثلا، انا هلعب لكم اي نقلات، ما ينفعش مثلا ان انت تعمل كده مثلا. انا بوريكم اي نقلات يا جماعه، ده مش شطرنج، انا بوريكم بس. ما ينفعش مثلا يكون في قطعه من قطع خصمك، انت طبعا تعرف تاكله ده دلوقتي بالفيل، ولكن انا بوريكم اي حاجه. دلوقتي ما ينفعش قطعه من قطع خصمك تكون مهدده مسار التبييت. يعني ايه مسار؟ يعني الطريق اللي انت هتعدي بيه بالملك عشان تبيت وتروح انت تبيت، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الفيل ده قاطع عليك الطريق. طب هبيت ازاي؟ ممكن لو انت غطيت بقى التهديد والفيل ده مثلا مشي، ينفع تبيت ساعتها. ليه؟ لان الفيل ما بقاش باصص على الطريق بتاع التبييت. طب التبييت بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان الملك بيتحرك خطوتين والروك بتيجي هنا على مكانه، يعني مش مكانه، يعني اللي هو على المربع اللي هو الاف هنا. طب هو التبييت ده ما فيش الا النوع ده؟ في نوعين، في تبييت طويل وتبييت قصير. ده التبييت القصير اللي هو انت تبيت على الجناح الملك، بيبقى قدامك 3 بيادق. عذرا عذرا يا جماعه، عذرا. ايوه، بيبقى قدامك 3 بيادق اللي هم ال3 بيادق دول، والروك موجوده هنا والملك بيبقى هنا. ده التبييت القصير. طب التبييت الطويل بيبقى ازاي؟ هوريك. مثلا دي 4 دي 5 نايت سي 3 نايت اف 6 مثلا، وهنا انت هتلعب بيشوب هنا مثلا، وهو مثلا هيلعب لك يا عم نايت هنا، وهنا انت هتلعب كوين دي 2 ماشي، وهنا مثلا هيطلع لك الفيل، وهنا هتبيت ازاي؟ ده الطريق بعيد قوي قوي قوي، الملك هيوصل ازاي لحد هنا؟ هقول لك، هل في قطعة ما بين الملك والروك؟ هتقول لي لا. هل في قطعة مهددة مسار الملك اللي هيبيت فيه؟ هتقول لي لا مفيش ولا اي حاجه. اقول لك خلاص ينفع تبيت. طب ازاي؟ ده الملك بقى هنا والروك بقت هنا، ده تبييت طويل وده تبييت قصير. طب ايه تاني من شروط التبييت؟ من شروط التبييت ان الملك ما يكونش اتحرك قبل كده. يعني ما ينفعش الملك ده تجيبه هنا ومثلا الاسود يعمل اي حاجه وانت تقوم مبيت، ما ينفعش، لازم الملك ما يكونش اتحرك قبل كده. طب ايه تاني؟ ما ينفعش الروك تكون اتحركت قبل كده. يعني هو مثلا لعب اي نقله ورجعت انت الروك مكانها، ما ينفعش دلوقتي ان هو مثلا يجي يلعب برضه اي نقله ان انت تيجي تبيت. ليه؟ لان الروك اتحركت. لو الروك اتحركت او الملك اتحرك ما ينفعش التبييت. فهنا ما ينفعش انت تبيت لان الروك اتحركت، صح؟
طب انا هعمل ايه؟ اقول لك عادي، هتبيت طويل عادي جدا لو مفيش ولا قطعه منهم اتحركت ومفيش حاجه يعني مهدده المسار اللي هم هيبيتوا فيه، والدنيا امان، الدنيا تمام يا مان ومفيش اي حاجه وهبيت اهو. فخلاص دي شروط التبييت، وده التبييت القصير والطويل. وكذلك الموضوع عند الاسود، يعني الاسود ده جناح الملك عنده وده جناح الوزير. طب انتوا اكيد عايزين تشوفوا المثال، انا برضو عشان انا بتعامل مع ناس تحت الالف فانا هرغي براحتي. انا دلوقتي بقى يعني تحت الالف المفروض ان انا افهمهم بالتفصيل. اي 4 يا عم، اي 5 نايت اف 3، يلا بينا نايت سي 6، يلا بينا بيشوب سي 4 ايطاليان جيم، يلا بينا حصان، يلا بينا دي 3، يلا بينا الفيل يطلع، يلا بينا. هتبيت انت قصير والاسود كمان هيبيت قصير. هتقول لي ازاي مش الفيل واقف؟ هقول لك الفيل واقف بس باصص على البيدق، مش باصص على الطريق اللي الملك هيبيت فيه. يعني المربعين دول امان صح؟ الملك اتحرك لا، الروك اتحركت لا، فهنا دلوقتي ينفع يبيت عادي زي ما انت بيت. هتقول لي طب عنده برضه طويل، واقول لك اه يا عم، هو الاسود عليه كخه يعني، ما فيش حاجه اسمها كده. الاسود برضه عنده تبييت طويل. دي 4 دي 5 نايت سي 3 نايت اف 6 مثلا. وبعدين بتلعب انت مثلا اي حاجه اي 3 مثلا، هو بيلعب لك بيشوب هنا، وهنا انت بتطلع الكوين هو كمان يطلع الكوين، وهنا انت تطلع الفيل مثلا هو يقوم مطلع الحصان. وهنا لو انت بقى لعبت اي نقله هنا دلوقتي هو يعرف يبيت. في الملك اتحرك لا، الروك اتحركت لا، هل في حاجه مهدده الطريق الملكي ده؟ لا. فهنا اللي على طول ينفع يبيت طويل. وهنا لو تلاحظ الروك بقت واقفه ورا الوزير والملك واقف هنا وفي مربعين. ايه الفرق بين التبيت القصير والطويل؟ القصير يعني دلوقتي انا هوريك مثلا اي حاجه. القصير بيبقى فيه مربع واحد فاصل ما بين الملك وطرف الرقعه. طب الطويل بيبقى فيه مربعين فاصلين ما بين الملك وطرف الرقعه. يعني انت شايف اكيد الفرق. والرك بتبقى موجوده هنا جنب الملك برضو، وهنا الرك بتبقى موجوده جنب الملك. فالفرق الوحيد هو المسافه ما بين الملك وطرف الرقعه، لان الملك اصلا بيبقى منحاز ناحيه جناح الملك، ده جناح الملك وده جناح الوزير، فالملك بيبقى منحاز ناحيه جناح الملك فبيبقى اقرب له. اما اللي هو هيروح على جناح الوزير بيبقى فيه مربع فاضي اللي هو مكان الوزير اللي لما كان واقف جنبه. طيب خطأ كمان بيقعوا فيه وهو التكسير وخلاص. يعني ايه؟ يعني التكسير يعني التبسيط، يعني ان انت تكسر قطعة في قطعة. يعني ايه؟ يعني في تكسير في صالحك وفي تكسير مش في صالحك، في تكسير يخدمك وفي تكسير لا. يعني ايه تكسير اصلا؟ يعني مثلا اي 4 اي 5 مثلا، نايت اف 3 نايت سي 6 مثلا، مثلا نايت مثلا هنا مثلا، ثواني كده. انا عايز اوريك بس اي مثال. نايت انت اللي عليك نايت سي 3، وهنا مثلا هيلعب لك نايت هنا. هنا مثلا هنا مثلا انا هوريك بس يعني ايه تكسير. تكسير ده يعني انت تطلع بالحصان كده مثلا، انت دلوقتي طالب حصانه وهو كمان ينفع ياكل حصانك، فده اسمه التكسير. يعني دلوقتي لما ياكل حصانك فانت تاكل بالبدء، ده اسمه ان انت كسرت حصان في حصان. يعني ايه حصان في حصان؟ معناها ايه؟ يعني مضروبين في بعض يعني؟ لا. حصان في حصان معناها ان انت بسطت حصان طار مع حصان، يعني الحصانين طلعوا بره الرقعه خلاص ما بقوش موجودين عندك في الجيم. طب التبسيط ده امتى يكون في مصلحتك وامتى يكون مش في مصلحتك؟ في مصلحتك لو انت معاك ماتيريال، لو خصمك عمل بلندر ما شافش تهديد على قطعه عنده وانت كلت القطعه ديت، فدلوقتي انت معاك قطعه زياده، فدلوقتي من صالحك انت تبسط الامور وتروح على اند جيم، لان القطعه ديت هتخدمك في الاند جيم. هو مش هيبقى معاه القطعه وانت هيبقى معاك القطعه. امتى التكسير يبقى وحش بالنسبه لك؟ توقع. توقع. انت دلوقتي انت اللي مش معاك ماتيريال، يعني خصمك هو انت اللي عملت بلندر وراحت منك قطعه، ودلوقتي انت بتلعب بقطعه ناقصه. ما تكسرش وزير في وزير، ما تكسرش اي حاجه، لان انت دلوقتي لو كسرت القطعة دورها هيبدأ يظهر أكتر لما القطع التانية تختفي. يعني طول ما الدور مليان قطع هتلاقي إن القطعة دورها خفيف، يعني القطعة فيل أو الحصان هتلاقي دورهم خفيف، مش اللي هو واو يعني مش باين قوي. أما في النهايات دورها هيبقى عملاق. عشان كده يبقى لازم تبقى فاهم التكسير، وامتى التكسير يكون في صالحك وامتى التكسير ما يكونش في صالحك. طبعا انا لازم برضو مش بتعمق قوي في المعلومات، لان انا مش عايز الفيديو يبقى طويل جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي عايزك تشوف فيديو يكون يعني في حجم كويس وبيديك اقصى معلومات. فانا مش هعرف اكرر المعلومه مره واثنين وثلاثه، انا بكررها مرتين بس، بحيث ان انت ايه ما فهمتهاش المره الاولى تفهمها المره الثانيه، ما فهمتهاش الثالثه عيد بقى، عيد رجع الفيديو. طيب، حب الكوين او الوزير زياده عن اللزوم. ايه حب الكوين او الوزير زياده عن اللزوم؟ يعني ايه؟ في ناس يعني لا مؤاخذه يعني لما بييجوا يلعبوا شايفين الكوين ديت يعني إلهة الشطرنج يعني ولا حاجه. والعياذ بالله. يعني اقصد ان الناس كده بتعامل الوزير اللي هو ايه، لو راح يقوم مستسلم. انا طبعا انا يعني يعني الاستسلام بيبقى صح او كل حاجه، ولكن الكوين مش هدف الدور ولا هدف الشطرنج. ان انت الكوين او الوزير هو مش هو هدفك، انت هدفك الملك. ان انت في ناس، طب ما مثلا واحد اسمه ميخائيل تال يا عم، عظيم الشطرنج وساحر الشطرنج، الراجل ده كان بيضحي بالكوين وبيضحي بالوزير عشان يدي كش مات. هل ده بقى متمسك بالكوين؟ الكوين دي مجرد قطعة في ايدك انت بتتحكم فيها تخدم الملك، لان الملك ده هو لو راح الدور راح، لكن لو الكوين راحت الدور ما راحش. يبقى انت كده تتعامل مع ان لما الوزير يروح، يعني انا طبعا هو وكمان تحت تقييم الالف لو الوزير بتاعك راح يعني وانت عملت بلندر، بس لو انت اتبعت اللي انا بقوله ده عمرك ما هتعمل بلندر ده، لان انت مش هتبقى طلعت اصلا بالوزير بدري.
كمل الدور. تحت ال1000 ده اكيد هيعمل بلندر، انت مش بتلعب الانجن، انت اكيد خصمك هيغلط، فاهمني؟ فانت ما ينفعش انت تعامل الكوين على انها هي ديت هدف الشطرنج. ما هياش هدف الشطرنج. الكوين من اقوى، هي اقوى قطعة عندك، ولكن هدفك هو الملك، الملك فقط. لان الملك ده لو راح الدور راح، اما الوزير عادي. فانت حاول ان انت يعني ما تخافش لو الوزير راح، ما تخافش لو الوزير راح مثلا في طبيعتين عادي. طب ما طبيعتين احسن كمان من الوزير. طبعا الكوين، الكوين الدور عن مكسب في الاخر. طيب، الخوف من اتخاذ القرارات. احنا طبعا كده عرفنا خلاص موضوع الكوين. الخوف من اتخاذ القرارات والتضحيات الصح، ده اللي انا لسه بقول لك على موضوع الكوين، اللي هو ميخائيل تال مثلا كان بيضحي مقابل ان هو عارف ان هو مثلا في كشمات، في زي ما بتقول كده ايه، compensation او تعويض مقابل الفرق، او مقابل الكوين اللي راحت ديت، في تعويض. انا شايف في اضعاف هيحصل على الملك، هعرف استغله ان انا اديله كشمات. طبعا الكلام ده حتى لو معقد بس هتفهمه عادي، الكلام سهل قدام. فانت كان المفروض ما تخافش من اتخاذ القرارات. لو لقيت فرصه ان انت مثلا تضحي يا عم وزير في روكين وشايف ان البوزيشن بتاعك هيبقى افضل، ضحي. لو لقيت فرصه ان انت طبعا تضحي بوزير مقابل كشمات، ضحي يا باشا. طيب ايه تاني؟ بيقول لك بقى ان تحت تقييم ال1000 ده مش ضعيف، هو بس مستعجل، ومستعجل في الكلام اللي انا قلته ده كله. انت اصلا داخل بتلعب وانت مستعجل وعمال تلعب وخلاص، تمام. طب احنا دلوقتي طبعا انا كده كلمتكم نقضي بالتفصيل. المايند سيت بقى شيفت، يعني ايه؟ يعني ايه انت هتعمل ايه انت في دماغك؟ اول حاجه التفكير اهم من الحفظ، والنقطه دي انا قلت لكم عليها. التفكير يا جماعه، هو الشطرنج تفكير مش حفظ، عمره ما كان حفظ يا جماعه. حتى لو انت حفظت افتتاح او حاجه، بعد الافتتاح هتعمل ايه؟ يعني بعد الافتتاح هتقعد بقى تعك. يعني زمان بيقول لك اللعيبه زمان لما كانوا بيلعبوا كده ضد افتتاحات جديده وما اعرفش ايه، ما هم مخترعي الشطرنج يعني، بيقول لك كانوا بيقعدوا كده بالتفكير على الساعة ويلاقوا نقلات توب انجن موف. يعني هو يلاقي حل الافتتاح، مش حافظ، مش داخل حافظ عمال اصم نقلات وخلاص. انا يا عم انت محضر لي، انا بقى هفكر واقعد اعصر دماغي والاقي الحل. انا مش جاي بحفظ وخلاص زي البهيمة يعني. لا مؤاخذة يعني يا جماعة، لازم ان انت مش تحفظ. انا مش عايزك تحفظ، ومش اللي هو تقعد تخش تحفظ افخاخ وكده. حتى لو لقيتني انا مثلا بنزل افخاخ، بنزل افتتاحات، بنزل حاجات زي كده، انا بوريكم عشان تتعلموا من الافكار. يعني ايه؟ يعني لو حد جه يلعبها ضدكم تبقوا فاهمين الافكار بتاعتها مش حافظينها. لان انتوا حتى لو حافظينها، حتى لو عرفتوا تردوا على النقله ديت، ممكن يعمل فيكم نقله بعدها ما شفتوهاش ويموتكم بيها. فلازم ان انت تبقى فاهم الافكار مش حافظها، لان حفظها لن ياتي عليك بخير. لازم ان انت تبقى حافظ كل، مش حافظ الكلام ده وتبقى فاهمه بس، لان الفهم اهم بكتير من الحفظ. الفهم ده بيخلي الشطرنج كرييتيف، وبيخلي الشطرنج حاجه عظيمه وعميقه والله العظيم يعني، هو اللي هيطورك. طيب، ليه خسارة ماتش أحسن من 10 فوز؟ مش فاهمهم يعني إيه؟ يعني دلوقتي لو أنت خسرت ماتش يا عم ولعبته فيه نقلات والماتش طول ومعرفش إيه، وخسرت في الآخر الماتش في الإند جيم مثلا، جيت أنت بعدها عملت جيم ريفيو على تشيز دوت كوم أو عملت تحليل على أي موقع، ودخلت على التحليل. دلوقتي يا باشا دخلت، قعدت تحلل الافتتاح، قعدت تحلل الميدل جيم، وطبعا التحليل ده انا مش محتاج اقول لك ان هو اهم من اللعب ذات نفسه، لان ده هيفهمك الانجن ده زي اكنه يعني ايه كابتن. يعني هو كابتن، بس كابتن هو الماكس، ما فيش اعلى منه الانجن. فاللي هو ايه، انت اكنك واحد ما بيغلطش من الاخر، ما هو الانجن ما بيغلطش. فلما هو بقى يحلل لك غلطاتك ويقول لك انت لعبت بدقة كام بالنسبة لي، ويقول لك انت دلوقتي غلطت في الافتتاح فين، غلطت في الميدل جيم فين، غلطت مش عارف ايه فين، فانت هتتعلم. طب إيه ازاي تحلل؟ انا دلوقتي هجيب لك مثلا ماتش من عندي، ثواني. الماتش مثلا من عندي اهو يا جماعة، جيم ريفيو. فين البروفايل اصلا؟ البروفايل اهو مثلا. ايوه. دلوقتي مثلا هنجيب جيم مثلا، ده مثلا الجيم ده لسه لاعب جيم اهو رابد مثلا. جيم ريفيو، اول ما دوست جيم ريفيو طبعا الشاشه مش ظاهره لكم اللي على اليمين ديت، لانها بسبب ان انا يعني مكان الكاميرا والصمبلين اللي فوق. فدلوقتي انا مثلا، هو انت هيظهر لك بقى انت لعبت بدقه كام، عملت كام نقله بريليانت، كام نقله جريت، كام نقله بوك، كام نقله بيست، كام نقله اكسلنت، كام نقله جود ان اكيورسي ومش عارف ايه وبلندر وكده. فانت هتخش ويقول لك لعبت بتقييم كام، ريت كام، والدقه كام. فانت اول ما تدوس ستارت ريفيو، دلوقتي بقى الرقعه ظاهره لك. انا بالنسبه لي المهم هو الرقعه، المهم ان انا فهمتكم ازاي تعملوا الريفيو دي. اي 4 مثلا يقول لك النقله دي بوك، عمال تلعب بوك. شوف بوك ده معناه ان انت بتلعب لعب ملعوب، هو ده الملعوب دايما. فبوك دي مش معناها حفظ، لا ملعوب يعني افتتاح. لعب لك ديت، لعبت ديت، كلت حصان في حصان، اكل بالحصان. وهنا كلت انا بالكوين، وهنا لعب لي ايه نايت على اف 6. الافتتاح ده اسمه السكوتش جامبت. خلينا نشوف الجيم برضو بالمره، اللي هو الحته ديت. لعبت انا ديت، قلت له هات الحصان، راح لعب لي سي 5 ودي نقله بلندر. ليه؟ لان انا دلوقتي جيت كوين اف 4، هات الحصان، ولو الحصان اتحرك يبقى فيك الشمات في حمايه الفيل اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. ده تقييم 2059.
هنا طبعا ما كانش ينفع يتحرك بالحصان، ولعب بقى كوين سي 7، وبعدين انا اكلت الحصان، راح واكل الوزير، رحت انا واكل بالفيل وخلاص. مش ده المهم، يعني مش ده المهم دلوقتي. انا دلوقتي المهم بالنسبه لي هو ان انت تبقى فاهم الكلام ده كله صح. طيب. طيب دلوقتي ايه بقى التحليل؟ انا كده شرحت لكم التحليل بالظبط، والجيم ريفيو، مش محتاج، مفيش كلام مفصل اكتر من اللي انا قلته. طيب. بيقول لك دايما العب على الفوز مش على التعادل. خلي عقليتك دايما ان انت، انا عايز افوز، انا عايز اكسب، انا مش داخل اتعادل، انا مش داخل اخسر. فلازم ان انت ايه برضه عقليتك ديت، لان نفسيتك او عقليتك هي اللي هتظبطك. هنا بقى هنخش على نقطة الافتتاحات، ودي الحاجة المحببة واللي الناس اللي بيحبوها قوي، يعني اللي تحت تقييم الألف. ألعب افتتاح إيه؟ أنا بتوه. طبعا أنت عايز حد يقول لك العب افتتاح إيه، وما عنديش مانع، ما عنديش مانع أنت تثبت افتتاح وتلعبه، ولكن طول ما انت مش بتخالف قواعد الافتتاح، اي افتتاح هيمشي، يعني اي افتتاح هيبقى حلو. ايه قواعد الافتتاح؟ تنتشر يا غالي بالقطع كلها. الحصان الحصان، الفيل الفيل، تبيت، وبعدين تجيب وزيرك على مكان افضل، تجيب الرك توصلهم ببعض، الرك على العمود، مش عارف ايه، تكمل. دي قواعد الافتتاح. طول ما انت بتعمل كده عمرك ما هتعمل بلندر، عمرك ما هتعمل حاجه تخالف قواعد الافتتاح. طب ايه طيب تاني قواعد الافتتاح؟ ان انت تحاول ان انت تبيت الملك بدري زي ما قلنا. طيب الافتتاح بقى هتلعب ايه؟ بص يا عم، انا هوريك كذا افتتاح وانت اختار الافتتاح اللي يريحك منه. فانت برضو مش عايزك تبقى حافظ النقلات، تبقى فاهم. انا هقول لك دلوقتي فكره كل نقله بس على السريع كده. دلوقتي طبعا العب بدأ ملك اي 4 اي 5، دايما هتلاقي 99% بيرد عليك اي 5 على طول، مش هيرد على حاجه تانية يعني. نايت اف 3 عادي، عايز البيدق. دلوقتي هيلعب لك نايت سي 6، انا حميت البيدق، فدلوقتي انت هتلعب بيشوب سي 4. ده اسمه الايطاليان جيم او الافتتاح الايطالي، من ابسط الافتتاحات واجملها اللي بتتلعب على المستوى ده. هنا مثلا هو يرد لك حصان مثلا، وهنا طبعا انت عندك افكار نايت تحط انت مثلا نايت جي 5 تقول له هات البيدق. ومعظمهم يعني مش بيعرفوا يدافعوا عن البيدق قوي يعني الصراحه. ولكن في المستوى ده ما انصحكش انت تخش على الحاجات دي، يعني هو الحاجات دي هتكسبك ادوار كتير، ولكن خليك احسن في اللعب الايه المنطقي والسيمبل. ده افتتاح ايطاليا اهو. هيرد عليك مثلا يلعب لك بيشوب هنا، لو هو دلوقتي لعب الحصان هنا انت عندك تلعب سي 3. سي 3 تبقى انت عايز تلعب دي 4. لو هو لعب لك مثلا بيشوب هنا هتلعب له على طول دي 4 عادي، بدأ في بدأ بدأ في بدأ. مش هيعرف ياكل لان الحصان والوزير باصين حامين على البيدق. هو ده الافتتاح الايطالي. مش عايزك تبقى عارف اكتر من الالات ديت. ايه طب في عايز افتتاح كمان؟ لا مش عايز العب الايطالي، حاضر يا عم. في افتتاح تلعب ببدأ وزير دي 4، هيلعب لك دي 5، تلعب له مثلا بيشوب اف 4. افتتاح اللندن سيستم ده دايما بيتلعب على مستوى ده ومستوى حلو، وشايف الافتتاح ده هو مع انه قدام انت هتبقى زهقان منه، مش هتحبه يعني ولا تحب تلعب ضده، ولكن في الليفل ده يعني شايف انه كويس ليك. هيلعب لك مثلا حصان مثلا هنا يحمي البيدق. هنا انت هتلعب اي 3. انا برضو مش فاكر الافتتاح قوي، بس هقول لكم الالات اللي انا فاكرها. مثلا هيطلع لك مثلا بالحصان. هنا انت هتلعب بيشوب هنا وتحاول تعمل شكل هرمي للبيادق، ومش هتعرف تعمل بلندر في الشكل ده، لان كل حاجه بتبقى قريبه من بعضها، فهتلعب كويس جدا. طب هو مثلا يلعب ايه؟ هيلعب لك مثلا الفيل، ممكن يلعب لك مثلا البيدق ده مثلا يدعم البيدق. تلعب له سي 3، تعمل هرم بيداقي، لازم تبقى الشكل ده يبقى في دوارك، شايف الشكل ده. هيلعب لك مثلا فيل هنا يتحدى الفيل بتاعك، ممكن هنا بقى تكسر فيل في فيل وتبسط، او ترجع بالفيل هنا، ولو كل فيل في فيل تاكل بالبدأ وتفتح عمود الرك لنفسك. طب ممكن هو يعمل ايه؟ يلعب بيشوب اي 7. هنا انت هتلعب مثلا نايت دي 2 مثلا، وتحاول تجيب حصانك على المربع ده مثلا، او وبعدين تجيب في المربع ده نايت اف 3 برضو كويسه، اللي هو تطلع بالحصان هنا مثلا. نقلات كتير، ده بس برضه اللي عايزك تبقى عارفه. انا مش عايزك تحفظ نقلات، انا فهمتك شويه النقلات وفهمتك افكارها ايه. طب العب ايه بالاسود؟ انا بالاسود انا مش عارف، انا بخاف وبتوه وما بحبش العب بالاسود خالص. يا عم الاسود بسيط. اي 4 يا عم، خصمك اكتر نقله يلعب لك اي 4. انت قدامك تلعب الصقلي، ولكن الصقلي يعني هو حلو، هو حلو والله يا جماعه، بس انتوا عشان بس ممكن تكون افكاره كتير وتفريعاته كتير، فبلاش. عندك تلعب يا عم اي 4، يلعب له اي 5. لعب لك نايت اف 3، حات البيضة، انت هنا هترد عليه وتدافع. اسمه انت بتدافع، الاسود انت بتدافع. عايز البدأ بتاعك تطلع بالحصان تحمي البدأ بتاعك، فاهم انت ايه؟ تشوف الابيض بيطلب منك ايه وانت تدافع عن طلباته، لحد ما تلاقي فرصه ان انت تاخد الانيشياتيف او المبادره، وتبدا ان انت اللي بتطلب منه طلبات. يعني اكيد في الميدل جيم هتلاقي ان الافضليه بدات تتعدل شويه لو انت بتلعب كويس. الابيض بقى بادئ بتفوق 4 من 10. ايه 4 من 10 دي؟ بس عشان بيلعب الاول، هو اللي معاه الافضليه، يعني اللي هو معاه الانيشيتيف او المبادره. طلب البيضاء يلعب لك هو بقى الافتتاح الايطالي. تلعب له انت مثلا يا عم اتش 6، تلعب له اتش 6 مثلا، تطلع بالحصان مثلا. تلعب له دي مثلا دي 6 مثلا، تطلع بالفيل. يعني مثلا هو طلع لك بالفيل، يا عم اطلع بالفيل عادي. طلع لك بالحصان، يا عم اطلع بالحصان. هو فاهم، اقعد بقى انت رد على ردوده. عايز يلعب لك ديت ويقول لك انا هعمل العب فيك الفرايد ليفر مش عارف اتاك ومش عارف ايه، قول له يا عم ما فيش الكلام ده. عايز البيضه، خد دي. هيعمل ايه؟ هياكل بايه؟ لو كلب الفيل طير الفيل، لو كلب البيضه العب حصان هنا، وبعدين لما يرجع كسر الفيل ده،
وخلاص ما بقاش عنده الشغلانه ديت، وممكن تبيت كمان، يعني قدامك نقلات كتير. ولو بيلعب ضدك بالدي 4 يا عم العب له دي 5، في يعني مثلا لو بيلعب لك دلوقتي دي 4 تلعب له دي 5، لعب لك نايت نايت سي 3 تلعب له نايت اف 6، فاهم؟ العب كوبي كات. يعني ايه كوبي كات؟ يعني في الافتتاح كده اللي هو بيلعبوا العبوا من الاخر، هو كده كده يعني ايه، يعتبر ان انت بترد على طلباته من الاخر. طيب نص الدور تعمل ايه في الميدل جيم او نص الدور اللي هو انا شايفه من اهم الحاجات في الشطرنج؟ طيب نص الدور، انا شايف انت في نص الدور اول حاجه تعملها ان انت تحاول تشوف ازاي هتبني خطوه خطه يا شباب. ازاي تبني خطه؟ اول حاجه لازم تبقى فاهم الهجوم والدفاع والتاكتكس والانماط، لان الكلام ده طبعا هو اللي هيفيدك. طبعا الكلام ده عمري ما هعرف اشرحه لك في الفيديو ده، لان كلام مواد انا هشرح لكم الشطرنج كله في فيديو مش هعرف. فلازم تبقى فاهم ان انت ازاي تبني خطه، ازاي تشوف ان الهجوم اللي جاي ده هينجح، ازاي تشوف ان الهجوم ده هينتهي بكش مات، ازاي تشوف ان الهجوم ده مش هينفع عشان مثلا هيتحمي في الاخر، فاهم؟ لازم تعرف تبني خطه. طب ابني خطه ازاي؟ يعني حاول بقى تشوف فيديو او تتعلم ازاي تبني خطه، وبرضه تحاول ان انت تبقى مرتب الحاجات في دماغك. عارف لو انت اقول لك خطه ما تبلندرش، انا هقول لك ابسط خطه بقى لو مشيت عليها والله مستواك هيعلى. ما تبلندرش، استنى لحد ما خصمك هو اللي يبلندر واستغل البلندر بتاعه، وهتاخد انت عليه الانيشيتيف او المبادره. سهله اهي، بص ما تبقى اعملش بلندر، بس كمل، بس العب لعب سيمبل والعب لعب صلب، خليك صلب كده والله ما حدش يعرف يكسرك. اللعب على الاضعافات، يعني ايه على الاضعافات؟ يعني لما تلاقي مثلا بدائين راكبين عند خصمك، يعني ايه بدائين راكبين؟ ما انتوا برضه هتلاقيكم مش فاهمين. مثلا بيبدا مثلا نايت اف 3 مثلا يلعب لك دي مثلا، وهنا مثلا انت يا عم هتاكل، انا مش عارف اوريكم مثال ازاي. مثلا هو مثلا ساب لك البيضه وانت لعبت كده وبعدين لعبت كده، دول كده بدأنا راكبين. يعني إيه راكبين؟ يعني فوق بعض. يعني هو ده اضعاف ليه؟ لان البيضه اللي بقى قدام ده مش حاجه حامياه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مفيش بيضه واقف هنا حاميه، صح؟ فالبيضه ده اضعاف، فلازم الاسود ده يبدا يستغل الاضعاف ده ويضغط عليه، لان دلوقتي لما يضغط عليه دلوقتي ويجي يطلبه، انت دلوقتي مش هتعرف تحميه. مثلا لو لعبت انت اي، هو دلوقتي اللي عليه اهو، هات البيضه، كل البيضه ده اضعاف لان هو مش محمي. طب في ايه تاني من الاضعافات؟ بدأ المعزول. يعني ايه ده؟ دلوقتي لو البدأ ده مش موجود، لو البدأ ده مثلا طيرناه هنا يا عم، البدأ ده اضعاف او بدأ معزول. طبعا الحاجات دي يا جماعه ده شرح، ده كتب، ولكن عشان كده مش عارف افهمها لكم، فالفكره انا بس ببسطها لكم قوي. لو بدأ مفيش حاجه جنبيه، مفيش بدأين جنبيه كده يحموه، او كتفه في كتفه كده واخوات مع بعض، ده اسمه بدأ ضعيف او بدأ معزول وسهل يتضغط عليه. يعني ايه؟ يعني انت تطلبه مثلا بالفيل، خصمك راح حاميه بالحصان، تقوم طالبه بالحصان، يقوم حاميه بالحصان، تقوم طالبه بالوزير، مثلا مبقاش عنده قطعه تانيه يحميه، فخلاص انت كده ضمنت البيدق. فتحاول تضغط على الاضعافات اللي عند خصمك. أهمية القطع النشطة زي ما قلت لك، أنت تحاول تطلع قطعك في أماكن كويسة، وده قلنا في الافتتاح. تحاول تطلع قطعك في أماكن كويسة، تبيت بدري، الكوين تبقى على مكان كويس، النايت لو في نص الرقعة بيبقى أحسن كتير من على طرف الرقعة، وأفكار كتير. فلازم إن أنت قطعك كلها تكون أكتف أو نشطة، والفيل بتاعك يكون على وتر أكتف، الفيل ما يبقاش مقفول عليه مثلا. يعني الفيل ده مثلا لو الملك واقف قدامه كده، لو تلاحظوا مش عارف يعمل أي حاجة ولا يتحرك في أي مكان، فالفيل ده ما يبقاش أكتف، ويبقى فيل طول بون أو فيل ضعيف جدا، ملوش لازمه من الاخر. اما لو الفيل مثلا واقف هنا كده مكان البيضه، الفيل ده قوي وسوبر اكتف، عشان كده لازم ان انت قطعك كلها تكون اكتف. ايه تاني؟ عدم فتح الدور وانت مش مبيت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي يا عم انتوا الاتنين مش مبيتين، ما تروحش تضرب الوسط في السنتر. طب الكلام ده ازاي؟ بص، اي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب سي 4، وهنا هو لعب لك نايت هنا. ما تلعبش انت الدي 4 دلوقتي، بيت يا عم الاول. يعني انت بتفتح السنتر ليه دلوقتي؟ ما انتوا الاتنين في السنتر، بيت، ولما هو يطلع الفيل اضرب الوسط. يعني اضرب الوسط دلوقتي. يعني اقول لك ايه، اضرب الوسط بعد ما انت تكون مبيت. ليه بقى؟ لان الوسط ده لو ملاحظ لما الوسط ده يتفتح، مثلا الحصان ده مثلا راح في اي مكان اي 60 بتاع، دلوقتي تعرف انت تجيب الروك بتاعتك على العمود في وش الملك، والملك ده مش مبيت، فتعرف تعمل عليه هجوم. يعني ايه تعرف تعمل عليه هجوم؟ يعني تعرف دلوقتي تشوف تاكتكس هجوم بقى. ممكن تنط بالحصان هنا، طالب البدأ ده في حماية الفيل، الوزير ما يعرفش ياكل حصانك، البدأ ده مضغوط عليه بالفيل من عندك، الكوين هتنضم هنا بسهولة، بتعمل هجوم فتاك. لو انت مبيت ما تفتحش الوسط بدري، لازم تفتحه بعد ما انت تكون خلصت تبييت وخلصت انتشار بقطعك، تقوم مبيت بقى وتقوم مهاجم او فاتح الوسط. وقلت لكم التكسير حلو لما يكون معاك ماتيريال، ولازم كل نقله يبقى ليها يعني حساب، مش حاجه من تبقى عارف الهجوم الحقيقي والهجوم الوهمي. وبعدين بقى نخش على اخر حاجه وهي النهايات. ايه النهايات ديت؟ انا ممكن ثواني كده هحط لكم على النهايات، هحط لكم حاجه بسيطه فيها كل حاجه في النهايات على على البوزيشن، وهشرحها لكم بسيطه جدا. يعني هم اصلا هم كذا حاجه هحطها لكم كده وافهم لكم كذا مبدأ، ونكمل مع بعض دقيقه واحده. طيب يا شباب دلوقتي انا حطيت لكم البوزيشن اهو، البوزيشن ده من دماغي. دلوقتي
قدامك كذا حاجه من عوامل الاند جيم. طيب اول حاجه هنشوفها يعني ايه ملك اكتف. ايه ده، هو الملك بيبقى اكتف؟ انا اللي اعرفه ان الملك بيبقى محبوس كده وحابسينه في قفص وحامينه. لا، الملك في النهايات بيبقى بقوه قطعه كمان. يعني الملك ده بيبقى ما تعرفش تكسب الدور من غيره في النهايات. الملك ده لازم يحاول ان هو يبقى اكتف، يعني يخش ناحيه السنتر، يحاول يدعم البيادق عشان تروح تعرف تراقب سلام. يحاول ان هو يبقى اكتف. طول ما هو بعيد كده عن الوسط بيبقى ضعيف. طب ايه، انا اللي اعرفه ان المفروض الملك يبقى مبيت صح في اول الدور، لان دلوقتي يبقى في خطر محيط بيه. في خطر ان الوزير ينضم قطعه تقيله، هجوم مرعب ممكن يحصل على الملك. اما دلوقتي لو تلاحظ مفيش اي حاجه اصلا تعرف تموت الملك. يعني دلوقتي الملك ده لو طلع حاله ياخد مثلا كشمات من الهواء كده، مفيش حاجه اسمها كده. فالدنيا امان. لما يطلع دلوقتي الدنيا امان، عشان كده لازم يبقى الملك اكتف. طب لو تلاحظ دلوقتي ايه الملك الاسود اكتف. الملك الاسود ده اكتف ليه؟ لان هو في السنتر وقريب وجاهز انه ينضم بسهوله كده، يضغط على البيادق. وجاهز ان هو مثلا يضغط على البيادق ديت، يموت البيادق ديت، وبعدين يضغط يسلك البيادق بتاعته ويرقيها. اما ملك الابيض، ملك الابيض ضعيف. ضعيف يعني ايه ضعيف؟ يعني مش اكتف. يعني دلوقتي بص، الملك ده واقف على ما ينضم. ده هيكون هو اصلا دخل وضغط. يعني بص، على ما ينضم ده يكون ضغط على البدأ ده، فعلى ان ده كان اقرب للسنتر، اما ده كان بعيد عن السنتر. طب الحصان ده ضعيف ليه؟ لان هو على الطرف شايفين هو الحصان ده على الطرف سيء جدا. اما ده حصان في النص، حصان في نص رقعه من يعني قوي جدا، ويدعم نقلاتي. ممكن تخش هنا بالحصان تضغط هنا على البدء بعد ما انت تخش هنا بالملك. افكار كتير لا حصر لها. الشطرنج يا جماعه من اكتر الحاجات اللي ليها احتمالات في الكوكب يعني. طب ايه تاني موجوده في الاضافات؟ احنا كده اتكلمنا عن الملك ده. الملك ده مش اكتف، ده الملك ده اكتف. كل ما الملك يكون ناحيه السنتر وداخل في نص الرقعه، في النهايات خش بالملك. الملك ده هو اللي هيساعدك في الدور. طب ايه تاني موجود في الاضافات؟ لو تلاحظوا البدائين دول كونكتد. يعني ايه كونكتد؟ يعني البدائين دول حاميين بعض وواقفين جنب بعض، كتفهم في كتف بعض زي الاخوات. طب ايه البدأ ده؟ معزول وبدأ ده ضعيف. ده اللي اتكلمنا عليه من شويه، ده البدأ المعزول او البدأ الضعيف. طب البدائين دول كونكتد حاميين بعض. طب البدائين دول هم دول البدائين الراكبين. البدأ ده ضعيف وده ضعيف. الاتنين ضعاف لان مفيش حاجه حامياهم، مش واقفين حاميين بعض. البدأ ده معزول وضعيف، البدأ ده معزول وضعيف، دول بدائين راكبين وهكذا. هو انتوا كده فهمتوا الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الاضافات في الاند جيم اللي انتوا تضغطوا عليها. وشايف ان دول كده كافيين. يعني هم دول معظم الحاجات اللي انتوا المفروض هتشوفوهم في ادواركم، والمفروض ان انتوا تبقوا فاهمينهم في الاند جيم عشان تبقوا كويسين. وخصوصا هي الملك في الاكتف دي. يعني معظم الناس تحت الالف هتلاقي اصلا الملك بتاعهم لسه واقف على المربع بتاعه ده كده، زي الملك الابيض ده كده. وسايبين الرقعه عمالين يحركوا البادئ تمشي لوحدها. لا طبعا، لازم تطلع الملك بتاعك يبقى اكتف ويمشي معاك في نص الرقعه، بحيث ان انت تعرف تسلك البيادق. وبس كده يا شباب. انا شايف ان انا كده غطيت لكم معظم يعني معظم الافكار ومعظم كل حاجه، يعني اللي هتخليك تكسر الالف. وعد يعني وعد مني ان انت تكسر الالف لو كملت الفيديو ده لحد ما انا بقول لك كده. وهتروح تكسر بعد اسبوع بالظبط او اسبوع ونص، تلعب رابد وتمشي على اللي انا قلت لك ده كله، وهلاقيك جاي لي في الكومنتات تقول ان انت كسرت الالف. طيب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ طيب انتوا دلوقتي هتعملوا ايه؟ ما انت عايز بقى حاجه كلام بقى يتقال لك عشان تمشي عليه. اول حاجه يا عم، العب رابد، ما تلعبش بوليت ولا بليدز. العب رابد بس وحلل ادوارك، لان التحليل اهم من اللعب ذات نفسه. انت تحلل ادوارك، شوف غلطت فين، عكيت فين، عملت نقله حلوه فين، تتعلم من الافكار، تتعلم من التاكتكس. ايه التاكتكس اللي انت ما شفتوش الدور ده عشان تشوف الدور اللي بعده، وهكذا. ايه تاني؟ تحاول ان انت تحلل ادوارك زي ما قلنا. طب ايه؟ بازلز. ايه البازلز دي؟ انت ما قلتلناش عليها في الفيديو. لا قلت بازلز اللي هي التاكتكس او الالغاز. يعني مثلا هنا دلوقتي هوريكم دلوقتي، ثواني. بازلز. شايف دلوقتي طلع لي الشاشه، شايف الشاشه كلها طالعه لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ حل البازل ده. طب انا احل البازل ده ازاي؟ يعني بص، هو البازل ده ايه فكره البازلز؟ طب انا هقول لكم دقيقه بس على البازلز دي. البازلز او الالغاز بتخليك تحط نفسك مكان اللي تلعب في الموقف، بحيث ان انت تفكر ايه النقلة الصح اللي هتتلعب، وتتخيل ان انت موجود في البوزيشن ده. طب يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني دلوقتي مثلا بيقول لك انت الابيض اللي يلعب، فانت دلوقتي لما تشوف البوزيشن هتقعد تحلل الدور، تحلل القطع، تحلل البيادق، تحلل كل حاجة اكنك انت لعبت الدور ووصلت للشكل ده، فتعرف تفكر. ما البازل دي هتخليك تعرف تفكر وتلاقي البيست موف. يعني دلوقتي مثلا هو بيقول لك وايت موف، العب وهتعرف توين ماتيريال. وين ماتيريال. دلوقتي انا شايف مثلا ان لعب لي الطابيه هنا السودا جاي يضغط على الروك. طيب ايه، انا دلوقتي البيدق ده شايفه مش محمي باي حاجه، شايف ان الروك والوزير حاميين بعض. طب اعمل ايه؟ هل اكل البيدق مثلا؟ هيقوم واكل الطابيه ببلاش. فانت ايه، تقعد بقى تفكر. لان انت لما تفكر
هتعرف لما توصل في مواقف شبهها كده في الادوار ان انت تعرف تشوف الانماط ديت. يعني مثلا خلينا نحل لغز ولا اتنين مع بعض دلوقتي. بيقول لك فكر وهتكسب ماتيريال. لو انت دلوقتي كلت الروك بالروك ايه اللي هيحصل؟ انا مش عايز اعمل بطل غلط عشان الريتنج اللي موجود في البتاع. لو انت كلت الروك على طول بالروك، لو تلاحظ هنا انت هتسيب حصانك ببلاش، صح؟ طب تاكل بايه؟ هتقول لي مش انا الحصان ده بيتحرك كده، مش ممكن اكل بالحصان الروك ودلوقتي انا شايف ان انا كسبت ماتيريال. هقول لك تصدق صح، ولكن ايه، هل عندك افكار تانية؟ فكر دايما في ايه، تشيكس كابتشرز اتاك. هل عندك كشات اصلا؟ هل عندك كشات مثلا هتموت الملك؟ الوزير ما فيش ولا كش، الروك ما فيش ولا كش، الحصان ما فيش ولا كش ادي للملك. طيب عندك كابتشرز، ايوه عندك كابتشرز هنا وهنا، وعندك كابتشرز روك في روك، يا اما حصان في روك يا اما تاكل البيضه. طب ايه تاني؟ اتاك، عندك اي وسيله للهجوم؟ انت دلوقتي لازم تشوف بقى الكابتشرز. فهنا تاكل بالحصان مش تاكل بالروك، لان لو انت اكلت بالروك هينزل ياكل حصانك ببلاش. دلوقتي نازل يديك كش، هتعمل ايه؟ هتقول لي هعمل ايه الروك بتاعتي لو غطيت بالروك، لو غطيت الكش بالروك هياكل الروك بتاعتك ببلاش. هتقول لي طب ما هو اداني كش وهياكل الروك بعدها. هقول لك يا ذكي، ما الكوين واقفه على الاي 6 حاميه الروك، فدلوقتي انت تعرف تتحرك بالملك بتاعك في امان، ويقول لك اهو جريت ويديك نقاط ويشجعك ويقول لك خلاص انت حليت اللغز صح. هي دي الفكره في الالغاز بقى. انت بتفكر وتعصر دماغك وتحاول تشوف ايه الحل الصح، بحيث ان انت تعرف تفكر في ادوارك. ما هو انت لو فكرت في البازلز وعرفت تلاقي الحلول الصح، هتلاقي الحلول الصح في ادوارك وانت بتلعب. وبس كده يا شباب، انا شايف كده ان انا غطيت كل الادوار وكل النقاط. وشايف ان انت والله يعني وعد، يعني انت تعرف تكسر الالف، انت مش ضعيف. الفكره بس في الخطه، وانا شايف ان انا اديتكم خطه كويسه. ف يعني وعد مني لما انت لو انت كملت الفيديو لحد هنا ومشيت على الكلام اللي انا قلته ده اسبوع او اسبوع ونص، هتكسر الالف وتيجي في الكومنتات تقولي ان انت كسرت الالف. وبس انت تقدر تعملها وانا بشجعك. ام روتينج فور يو. بس يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا، لان الفيديو الصراحه انا صرفت عليه شويه وقت. يا رب تكونوا استفدتوا يعني من الكلام اللي انا قلته ده كله، وتنفذوا مش تسمعوا خلاص، عشان الناس المحبطه اللي بتسمع الفيديو هنعمل في السرير ديت وبعدين ما تعملش اي حاجه. فيا ريت بقى تسمعوا الكلام بقى وتنفذوا، يعني عشان كلكم تبقوا لعيبه شطرنج. وانتوا عارفين طبعا انك مش مفيش لعيب شطرنج قوي بدأ كده قوي، كله بدأ من الصفر وكله بدأ ضعيف. فدي فرصتك، ابدأ يلا يا غالي. بس يا شباب انا بحبكم. اشوفكم على خير في فيديو جاي، فيديو جديد. وقولوا لي لو انتوا استفدتوا من الفيديو، ولو حابين اعمل فيديوهات زي كده تانية، اللي هو مثلا ازاي بقى تعلي تقييمك اكتر وايه الافكار، واشرح لكم الافكار اللي قلتها دي بالتفصيل، لان انا شارح اصلا باختصار شديد. قولوا لي. بس اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.